صاحب الفخامة الرئيس بيل كلينتون، صاحب الفخامة الرئيس بوريس يلسن، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والمعالي والسعادة، رؤساء وأعضاء الوفود الكرام. يطيب لي في مستهل كلمتي أن أنقل إليكم تحيات وتمنيات خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية، الذي شرفني بتمثيل بلادي في هذا الاجتماع الهام الذي يتناول موضوعا يحتل جل اهتمامنا وتفكيرنا ومصدرا كبيرا من مصادر انشغالنا وقلقنا في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة في تاريخ المنطقة. فإننا نجمع اليوم على إدانة وشجب أعمال العنف التي حدثت مؤخرا في تل أبيب والأراضي المحتلة، حيث أن هذه الأعمال تدخل جميعها في نطاق العنف الذي يستهدف الأبرياء والمدنيين، والذي يستحق منا الإدانة والشجب الشديدين أيا كانت مصادره ومهما كانت مبرراته. إنما نتطلع إليه اليوم من خلال هذا المؤتمر الفائق الأهمية والدلالة ليس فقط معالجة مشكلة الإرهاب، بل محاولة اجتثاث جذور. اختبروا أيها الإسرائيليون عزم سوريا. تعلمون أن الحرب في هذا الوقت سوف تنتقل إلى مدنكم.